بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يا جماعة الخير موضوعي صراحة عن التراث. زارت كاميرتنا صراحة في المحرق منزل عبد الرحمن بن معجب صراحة يحب يجمع التراث القديم، تراث أجدادنا صراحة، وتراث البحريني الأصيل صراحة في المحرق. هذه المكان اللي صراحة لأول مرة أنا أدخله في بيته، لكن عجبني فيه شغلات وايد صراحة. مرحبا فيك عبد الرحمن. ان شاء الله على القوه ان شاء الله. شل التحف وهي السوالف والاشياء القديمه، شلون جاتك الفكره وشلون جمعت عليهم؟ انا الله يسلمك كنت هواي من صغرتي. نعم. ابتديتها انا كنت اشارك في المتحف، كانوا يسوون معارض، فانا كنت واحد من اللي يشاركون في المعرض. كانوا يحطون حق القران ويوم نطوع. نعم. وكانوا يخلونا نلعب الالعاب الشعبيه مثل الدحروي وغيرها. كنا نشارك مع الأطفال، كنت أنا واحد منهم. نعم، وأخذت الهواية دي؟ أخذت الهواية، استمرت معي. كنت أول شيء أروح هناك بس اللي أروحه، لا عجبني الأقراص اللي هي موجودة داخل في المتحف نفسه. نعم. فقمت أنا أشوف التليفون، أشوف الإسقى، أشوف الرحى، أشوف هذه، فقمت شوي شوي أيمنا. نعم. من رحى، عقب ياني تليفون، عقب ياتني إسقى، عقب ياتني قرابية، عقب كل شوي شوي تمام. يعني بالدور بالترتيب يعني ياتني الاشياء، قمت اشتري اشياء. نعم. قام اشياء لقيتها عندي موجوده في البيت عند اهلي، عند بيتنا، جمعت وصارت يعني والدتك عسى الله يعطيها الصحه والعافيه والوالد يعني ساعدوك على هالشغلات؟ شجعوني بعد. شجعوك ها؟ ما كلفك شيء مكلف يعني ماديا؟ ماديا شوي يعني كلفك؟ اي بس اما بقايا الاشياء لا موجوده عندي يعني. أتمنى يا جماعة الخير، أتمنى من وزارة الإعلام صراحة إن يزورون هالشاب ذي ويشوفون الهواية مالته، أشياء وايد حلوة تراثية صراحة، وإحنا نفتخر في هالبحرين صراحة، والمواطن اللي يحب يطالع في بلاده والتحف ما تحف يحصل عليه، إحنا نعتز فيه صراحة. وأي شاب صراحة يسوي مثل عبد الرحمن صراحة احنا نحبه. لازم يا شباب لازم تطلعون تراثكم ان شاء الله. وشكر لك كبير يا عبد الرحمن صراحة على اللي تقوم به صراحة. الله يسلمك. انا خليل. سلام يا عزوتي، سلام يا عزوتي، اهل اللزم وشلون هم اللعب في ظلكم لحمد بن وشلال. عاداتكم بالحروب، عاداتكم بالحروب، هو أهل الصفا وشلال. الخليفة يا عزوتي، وحاش الفخر بالسيل. ثار هج البلع، ثار هج البلع، ورد وجوه السيل. كم واحد سوى